السلام عليكم. النهارده باذن الله مع فيديو جديد وهنعمل فيه طريقه البندانه القمر دي اللي هي كانت ترند يعني وما زالت ترند يعني، بس احنا جينا متاخرين شويه. هننفذها باذن الله النهارده، ودي مقاس انا عاملاها مقاس اطفال اهي بالشكل دون. دي مقاس الاطفال بيبقى طولها 15 سنتي، من 15 ل 20 سنتي الطول، ومقاس الكبار بيبقى طولها من 25 ل 30 سنتي، او ممكن تزودي ل 35 سنتي كمان. طيب وهننفذ عليها النهارده البندانه دي، هو ده الباترون بتاعها اهو. هنمشي على الباترون دون خطوه بخطوه. وبعد كده هنشتغل الدلايات بتاعه الورد دي، هي طبعا مش موجوده في الباترون، بس احنا هنشتغلها ونشوف هنشتغلها ازاي. طيب يلا بينا نبدا الفيديو ونشوف الادوات اللي احنا هنستخدمها ايه، ونوع الخيط ايه، وهنستخدم معاه خيط ايه. والباترون دون ينفع منه يتعمل منه بندانه او يتعمل منه شال. طيب احنا النهارده هنستخدم مع بعض خيط اوليفيا كاست ميكس، ودون خيط بيكون اكريليك، قطن على اكريليك، تمام. 25% قطن و75% اكريليك. هنستخدم معاه النهارده ابره مقاس 3، هستخدم معاه ابره ابره مقاس 4. هستخدم الابره دي بس بالجهه اللي هي مقاس 4. طب يلا نشوف هنبدا ازاي. وطبعا هنحتاج معانا مقص. فاحنا النهارده هننفذ الباترون دون وهنعمل منه بندانه. طيب الاول كده هنعمل الماجيك سيركل او الحلقه السحريه، الدايره السحريه. احنا لسه ما شرحناهاش على القناه، بس هشرحها باذن الله معاكم دلوقتي. فطيب الدايره دي دايره سحريه مش سلاسل. هنمسك الخيط اتجاه الخيط دون اللي هو طرف الخيط، وهنلفه على ايدينا اكننا هنعمل عقده البدايه، زي عقده البدايه بالظبط بالشكل دون. وهندخل الابره من تحت كده وهنسحب تاني خيط، وهنخرج صوابعنا، بس مش هنسحب بقى طرف الخيط عشان نقفل العقده، لا هنسيبها زي ما هي. هنسيب الدايره كده اهي زي ما هي، وهنعمل غرزه تثبيت بالشكل ده اهو. ودي كده اسمها الدايره السحريه، سهله خالص مفيهاش اي حاجه. احنا كده لما تيجي تشدي الطرف ده كده هتلاقي الدايره اتقفلت معاكي، عشان كده سموها دايره سحريه او الماجيك سيركل. طيب بعد كده قايل لنا هنا هنعمل ارتفاع 3 سلاسل اهو. الارتفاع دون 3 سلاسل، انا مش هعمله 3 سلاسل، هعمله عمود بلفه. هندخل الابره في الدايره كده، وهنسحب الخيط وأكننا بنعمل غرزه حشو اهو. وهخرج من الحلقتين. همسك الحلقه اللي على الابره بصباعي، وهدخل في اول حلقه من غرزه الحشو اللي احنا عملناها، وهلف الخيط وهخرج منها اهو. كده هيبقى عندي حلقتين زي ما هما. هلف الخيط وهخرج من الحلقتين، يبقى انا كده عملت اول عمود معايا اللي هو الارتفاع بتاع السلاسل ده، بس احنا عملناه عمود. طيب بعد كده قايل لي هنشتغل جوه الحلقه كمان 2 عمود بلفه. ادي 1، ادي 2، تمام. وبعد كده قايل لنا هنعمل 2 سلسله، وبعد كده هنعمل جوه الدايره كمان 3 عمود بلفه. ادي 1، 2، 3. وبعد كده هنعمل كمان 2 سلسله. ادي 1، 2. وبعد كده هنعمل كمان اللي هما 3 عمود بلفه تاني داخل الدايره اهو بالشكل ده. يبقى احنا كده بدأنا البدايه بتاعتنا بتاعه البندانه بدايره ماجيك سيركل، دايره سحريه اللي هي دي. وعملنا الارتفاع، بدل ما نعمل سلاسل عملنا ارتفاع عمود. وبعد كده عملنا 2 عمود كمان داخل الدايره، و2 سلسله، و3 عمود داخل الدايره، و2 سلسله، وبعد كده 3 عمود كمان داخل الدايره. يبقى كده خلصنا اهون الجزئيه دي. هنشد بقى طرف الخيط بتاعنا كده عشان نقفل الدايره بالشكل دون. يبقى احنا كده قفلنا الدايره بتاعتنا، واديتنا الشكل ده اللي هو نص مربع. ادي زاويه وادي الزاويه الثانيه. طيب بعد كده هنرتفع الراوند التاني. هو هنا قايل لي الارتفاع بتاع الراوند التاني بدءه من الفراغ بتاع الصدفه الاولانيه، دي كده تعتبر صدفه اهي، بدءه من الفراغ بتاع الصدفه الاولانيه. فمعنى دي النقط دي احنا خدناها ان هي معناها طبعا ماشي منزلقه لحد الفراغ بتاع الصدفه. فاحنا هنلف كده اهو الشغل بتاعنا، وهنمشي هنعمل منزلقه، هنفضل نعمل منزلقه لحد لما نوصل للفراغ اهو.
وهنيجي في قلب الفراغ هنعمل برضو اول حاجه منزلقه، وبعد كده هو قايل لك هنعمل اهو الارتفاع الثلاث سلاسل برضو احنا هنعمله عمود بلفه اهون. ندخل هنا في الضلع بتاع الغرزه بتاعت الحشو وهنخرج وهنعمل العمود بتاعنا. يبقى ده كده اول عمود معانا في الراوند التاني. بعد كده هنعمل 2 عمود تاني اهو، قايل لنا هنعمل 2 عمود تاني، ادي 1 ادي 2. بعد كده بينهم 3 سلسله عشان نكون الصدفه بتاعتنا، قصدي 2 سلسله، سوري 2 سلسله. وبعد كده هنعمل 3 عمود بلفه تاني جوه نفس الفراغ. بالشكل ده. طيب وبعد كده قايل لنا هنعمل هنا فراغ مكون من 5 سلسله، ادي 1 2 3 4 5. وهنيجي عند الصدفة التانية اللي هي دي هنعمل الصدفة اللي فوقيها عبارة عن 3 عمود بلفة، ادي 1 2 3. وبعد كده 2 سلسلة، وبعد كده 3 عمود بلفة كمان. اهو بالشكل دون. احنا كده خلصنا الراوند التاني. هندخل على الراوند التالت وهنعمل برضو منزلقة، هنفضل نعمل منزلقة لحد لما نوصل للفراغ. هنلف الشغل بتاعنا بالشكل ده وهنبتدي نعمل منزلقة. وهنيجي برضو في الفراغ وهنعمل فيه منزلقة. طيب بعد كده هنعمل الارتفاع بتاع الراوند التالت برضو نفس الطريقة اللي احنا بنعمل بيها، مش هنعمله سلاسل. وبرضو هنعمل الصدفة بتاعتنا مكونة من 3 عمود بلفة، احنا ده كده تاني عمود وده كده تالت عمود، و2 سلسلة و3 عمود بلفة تاني داخل نفس الفراغ، ادي 1 2 3. وبعد كده قايل لنا هنعمل 2 فراغ، كل فراغ مكون من 5 سلسلة، ادي 1 2 3 4 5. وهنثبته هنا في الفراغ اللي قبليه بتاع الراوند اللي قبليه بغرزة منزلقة. وبعد كده هنرتفع كمان 5 سلسلة، وهنيجي عند الصدفة التانية وهنعمل صدفة فوقيها في الفراغ بتاع الصدفة، هنعمل صدفة فوقيها، ادي 1 2 3 و2 سلسلة، وكمان ادي 1 2 3. احنا كده خلصنا الراوند التالت بالشكل ده اهون. طيب هنخش على الراوند الرابع وبرده هنعمل نفس الطريقة، هنمشي منزلقة لحد لما نوصل للفراغ بتاع الصدفة. هنلف الشغل بتاعنا اهو، وهنخش هنا ونعمل منزلقة ومنزلقة كمان منزلقة تاني، وهنيجي في الفراغ برضو نعمل منزلقة. وبعد كده هنعمل الارتفاع بتاع الراوند الرابع بنفس الطريقة اهون بالشكل ده. يبقى ده كده عندي اول عمود بلفة، بعد كده هعمل جنبيه 2 كمان عمود بلفة، ادي 1 2. بعد كده هنعمل 2 سلسلة وفي نفس الفراغ هنعمل 3 عمود بلفة كمان عشان نكون الصدفة بتاعتنا، ادي 1 2 3. وبعد كده قايل لنا في الراوند الرابع دون عندنا 3 فراغات اهما، ادي 1 2 3، وكل فراغ مكون من 5 سلاسل، يعني ادي 1
2 3 4 5. وهنيجي هنا ونعمل غرزة منزلقة ونرتفع 5. 1 2 3 4 5. ونيجي هنا نعمل منزلقة ونعمل بعد كده ادي 1 2 3 4 5. وهنيجي في الفراغ بتاع الصدفة نعمل 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 و2 سلسلة وكمان 3 عمود بلفة. تمام، احنا كده خلصنا الراوند الرابع بالشكل ده. عندنا الراوند الخامس برضو بنفس الطريقة، هنلف الشغل بتاعنا وهنعمل منزلقة لحد لما نوصل للفراغ. نوصل هنا بالشكل ده وهنعمل الارتفاع بتاعنا اهو، ونقوم عاملين 2 عمود كمان جنبيه. ادي 1 ادي 2. بعد كده نعمل 2 سلسلة و3 عمود تاني في نفس الفراغ بالشكل ده. وبعد كده في الراوند الخامس ده قايل لنا هنعمل ادي 1 2 3 4 4 فراغات، كل فراغ مكون من 5 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5. وهندخل هنا ونعمل منزلقة. بعد كده نرتفع ادي 1 2 3 4 5. وهندخل هنا ونعمل منزلقة. بعد كده 1 2 3 4 5. وهندخل هنا وهنعمل منزلقة. بعد كده عندنا آخر فراغ معانا 1 2 3 4 5. وهندخل هنا وهنعمل أول عمود معانا بتاع الصدفة. ادي 1 2 3 و2 سلسلة و3 عمود تاني داخل نفس الفراغ. ادي 1 2 3. طيب انا كده هون خلصت اهون بالشكل ده اهون الراوند الخامس. خلص معانا. طيب احنا كده في كل راوند بنزود عدد السلاسل، عدد الفراغات بتاعه السلاسل. يعني هنا اول راوند كان فراغ واحد، تاني راوند 2 فراغ، تالت راوند 1 2 3 3 فراغ، رابع راوند 1 2 3 4 فراغ. يعني معنى كده ان انا كل ما برتفع دور بيزيد الفراغ بتاعي. يعني الراوند السادس هيبقى عندي 5 فراغات، الراوند السابع هيبقى عندي 6 فراغات للسلاسل. عشان كده احنا بتكبر معاكي كل ما الفراغات دي بتزيد كل ما المقاس بيكبر معاكي. طيب ودي كده الصدفه دي اللي هي الجوانب بتاعه البندانه من كل اتجاه، او الجوانب بتاعه الشال يعني عامه. تمام. طيب انا بقى هفضل ارتفع بالراوندات كده بنفس الطريقه، هنا صدفه وهنا صدفه وفي النص سلاسل لحد المقاس اللي انا عايزاه. انا هعمله مقاس اطفال. طيب ورجعنا تاني مع بعض. انا كده خلصت اهو المقاس بتاعي. احنا قلنا مقاس الاطفال يعني الطول بتاعه ممكن تعمليه من 15 لحد 20 سنتي، ومقاس الكبار بيبقى لحد 30 من 30 ل 35 سنتي. تمام، اللي هو الطول بتاعه. طيب انا ده عملته بالظبط اهو الطول بتاعه من اول هنا لحد هنا يعني 15 سنتي ونص، 15 سنتي ونص، لان انا عاملاه لبنوته صغننه. تمام. طيب كده اهو خلصت من الطرفين اهو بالشكل ده. هنيجي بقى عايزين بقى هنا هنزين الطرف بتاعي من هنا نعمل له كده دلايات ورد. هنعمل ايه؟ هنيجي كده دي طبعا هنا نهايه الراوند معايا. هنرتفع من هنا 8 سلسله، 4 5 6 7 8 سلاسل. وهنقوم جايين عادين، ممكن تزودي لو حابه تزودي، ممكن تزودي عادي يعني براحتك. طيب يعني لو عايزاها اطول شويه ممكن تزودي براحتك. طيب هنيجي نعد، نقوم عاملين 1 2 3 وهنيجي في رابع سلسله هنعد 3 سلاسل
1 2 3 وهنيجي في رابع سلسلة وهنقوم جايين عاملين عمود بلفة، وهنعمل كمان عمود بلفة. بعد كده هنعمل 2 سلسلة وهنقفل في نفس الغرزة بمنزلقة. فاحنا كده عملنا اول بتلة في الوردة بتاعتي. طيب هنرتفع تاني 3 سلسلة وهنيجي في نفس الغرزة وهنعمل برضو ادي اول عمود بلفة وعمود تاني في نفس الغرزة. احنا كل ده شغالين في نفس الغرزة اهيا، وهنقوم عاملين ادي 1 2 وقافلين برضو بغرزة منزلقة اهي. احنا كده عملنا بتلتين من الوردة بتاعتنا ادي 1 2. هنعمل اخر بتلة برضو هنرتفع 3 سلسلة وهنيجي في نفس المكان. احنا كل ده شغالين في نفس الغرزة وهنعمل 2 عمود بلفة ادي 1 2 اهون، وهنرجع نعمل 2 سلسلة وهنقفل في نفس الغرزة بمنزلقة اهي. كده اتكونت معايا الوردة بتاعتي اهي بالشكل ده. تمام. طيب هنيجي بقى هنقوم عاملين نعدل بس كده الشغل بتاعنا، شد الخيط. اهم حاجة يكون الوردة معدولة فيه اهون. طيب هنقوم عاملين بقى ايه، نرتفع 4 سلسلة ادي 1 2 3 4 وهنيجي بصوا احنا الاول طلعنا 8 سلسلة من هنا من بوزة اللي هي بتاعت الراوند الاخير. هنيجي عند الراوند اللي قبليها اللي هي الصدف اللي قبليها دي اهون، هنيجي عند دي الصدف اللي قبليها على طول، وفي اول عمود من على الحرف، اول عمود من على الحرف دون هنقوم مدخلين مثبتين فيها هنا كده وهنعمل غرزة منزلقة اهي عشان تبقى ثابتة معانا بالشكل ده. وعملت معانا شكل ايه، حرف ال8 اهي. يبقى اولها من هنا من اول اخر عمود في الصدفة اللي هي بتاعت اخر راوند، ونهيناها عند العمود اللي تحتها، الصدفة اللي تحتها في الراوند اللي تحتها يعني برضو في اول عمود اهي بالشكل ده. طيب بعد كده هنقوم راجعين مرتفعين تاني 8 سلسلة ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 سلسلة وهنعد ادي 1 2 3 وهنيجي في الرابعة وهنعمل اول عمود معانا. احنا كده بنعمل تاني وردة نعمل فيها 2 عمود ادي 1 ادي 2، بعد كده هنعمل 2 سلسلة، بعد كده هنقفل في نفس الغرزة بمنزلقة، بعد كده هنرتفع 3 سلسلة ادي 1 2 3 وهنيجي في نفس الغرزة وهنعمل اول عمود بتاع البتلة التانية وادي تاني عمود، بعد كده هنقوم عاملين ادي 1 2 وقافلين هنا بمنزلقة. تمام. طيب هنقوم عاملين برضو 3 سلسلة في نفس المكان في نفس الغرزة، هنقوم عاملين ادي 1 ادي 2 و2 سلسلة وهنقوم جايين قافلين في نفس المكان بغرزة منزلقة. احنا كده عملنا البتلة الوردة التانية بتاعتنا. طيب وهنيجي بقى نقوم عاملين 1 2 3 4 وهنيجي عند الراوند اللي بعديه اهون الراوند دون، هنيجي عند العمود الاولاني من على الحرف وهنعمل فيه هنثبت فيه بغرزة منزلقة العمود ده اهون. هتبقى كده معانا شكلها اهي، بصوا تبقى شكلها كده. طبعا انت حابه ان انت يعني تخليها اطول من كده شويه براحتك، حابه ان انت توسعي يعني تعملي في كل يعني هنا مثلا اول بتله هنا وتفوتي راوند وتعملي في الراوند اللي بعديه براحتك برضو يعني فاهماني اهي. بس طبعا لو فوتي راوند وعملتي في الراوند اللي بعديه فانت كده هتزودي في عدد السلاسل دي،
يعني بدل ما تعمليها مثلا في البدايه 8 سلاسل، لا اعمليها 12 سلسله واعملي الورده بتاعتك. بعد كده اقفلي في الراوند التالت. احنا هنا قفلنا في الراوند التاني، انت تقفلي في الراوند التالت. لو انت عايزه يعني ايه تقللي عدد الوردات شويه وتخليها اطول شويه. تمام، نعمل واحده تاني مع بعض. اهي هنرتفع ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، وهنيجي عند السلسلة رقم 4 1 2 3 هنا في الرابعة، وهنعمل أول عمود بتاع أول بتل أهو كده، تاني عمود أهو. بعد كده هنعمل 2 سلسلة وهنقفل. هتقفلي بمنزلقة في نفس المكان كده، ترتفعي 3 سلسلة وهنعمل البتلة التانية برضو 2 عمود. بعد كده 2 سلسلة وتقفلي بمنزلقة. هنقفل برضو منزلقة هنا. بعد كده برضو هنرتفع 3 سلسلة ونعمل البتلة التالتة. ادي كده 1، ادي كده 2. طبعا هو هنا في الباترون مش عامل لك الجزئية بتاعة التزيين دي اهي بالشكل ده. وبعد كده هنرتفع 4 سلسلة 3 4، هنرتفع 4 سلسلة وهنيجي نعدل الشغل بتاعنا كده وهنثبتها هنا في الراوند اللي تحتيها على طول في أول عمود، وهنقوم داخلين فيه عاملين غرزة منزلقة اهو. اوريها لكم بس كده اهي، بصوا اهي. ده كده طبعا الطرف بتاع اهو، طرف البندانة يعني اهي. يبقى احنا كده بنعمل قصاد كل راوند بنعمل قدامه وردة، قصاد كل راوند بنعمل قدامه وردة بالشكل ده. طبعا انت حابة ان انت تغيري اللون براحتك، يعني ممكن تعملي عدد السلاسل دي باللون مثلا اللي هو تعملي السلاسل دي بالاخضر، وتعملي الوردة مثلا بلون تاني احمر بقى اسود، اللون اللي يريحك يعني. لو انت حابة ان انت تغيري اللون، بس هتفضلي تغيري كتير يعني. تمام. طيب انا بقى هكمل الوردات بتاعتي لحد لما اوصل للطرف هنا، طرف اللي هو البوزة بتاع البندانة من هنا كده، وهرجع لكم تاني هوريكم نعمل الطرف البوزة ده ازاي. طيب بصوا بقى، انا هنا كنت عاملة الاول ايه، كنت عاملة 8 سلسلة تمام، وبعد بسيب 3 وبخش في الرابعة وبعمل عشان اعمل الوردة. بعد كده برجع ب8 سلسلة، وكنت عاملة في كل راوند وردة، قدام كل راوند وردة. طيب انا حسيتهم بقى ايه برضو، يعني انا اللي هو المقطع اللي فات، الجزئيه اللي فاتت هتلاقوها ان انا عامله في كل راوند هنا كده ورده، بس انا حسيتهم ان هم هيبقوا مش باينين وكتير كده وداخلين في بعض. تمام، فانا فكيتهم وزودت عدد السلاسل، خليتهم 12 سلسله، وعملت برضو في السلسله، سبت 3 سلاسل من فوق، وعملت في السلسله الرابعه اللي هي الورده. تمام، وسبت راوند، يعني انا هنا كده انا عامله في اول راوند اهو، سبت الراوند التاني وشبكت، رجعت ب8 سلاسل، رجعت كده ب8 سلاسل وشبكتها في الراوند الثالث. يعني انا الاول كنت شابكه السلاسل هنا وهنا، لا انا شبكتها المره دي في اول راوند وايه وثالث راوند، يعني كنت بسيب في النص راوند، بتخطى راوند وبعمل في الراوند اللي بعديه، بتخطى راوند وبعمل في الراوند اللي بعديه. تمام، عشان تبقى الدلايات باينه، دلايات الورد كده باينه اهي. بصوا هتبقى باينه كده اهي، وما تبقاش زحمه، يعني ما تبقاش كده داخله في بعضها مش هتبقى باينه يعني. لو عملناها في كل راوند كده مش هتبقى باينه. انا مش همسح الجزئيه الاولانيه، هسيبها زي ما هي عشان تبقوا شايفينها، يعني الاول كانت عامله ازاي ودلوقتي عامله ازاي. تمام. طيب جينا بقى هنا للجزئيه اللي هي بتاعت البوزه بتاعت البندانه دي اللي هي من تحت دي، اللي هي دي البدايه اللي احنا بدأنا بيها. تمام. طيب هنيجي بقى نعمل ايه، هنيجي برضو نعمل 12 سلسله، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تمام، وبرضو هنعد 3 سلاسل،
هنسيب ادي 1 2 3 وهنيجي في الرابعة وهنعمل البتلات بتاعتنا اللي هي الوردة. تمام، ادي كده 1 ادي 2. يعني انت كده ممكن تقدري ان انت تغيري في شكل الوردات، في شكل البندانة، تعدلي فيها حسب ذوقك يعني. تمام، ادي كده اول بتلة، كده هتبقى تاني بتلة، دي كده تاني بتلة، 1 2 3 وهنعمل تالت بتلة في الوردة بتاعتنا. 1 2 وهنعمل غرزة تثبيت هنا بالشكل ده. تمام، طيب بعد كده هنرتفع برضو 8 بقى، كده 3 4 5 6 7 8، لان احنا هنا عندنا العدد دون كده 8. تمام، هنيجي بقى هنا في البداية بتاعت البندانة من تحت اللي هي في الدايرة السحرية، هنقوم داخلين فيها كده ومثبتين الاتجاه التاني بتاع السلاسل اهي. تمام، طيب شد برضو كده، وبعد كده هنرتفع المرة دي 12 سلسلة، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وهنسيب 3 سلاسل، وفي السلسلة رقم 4 دي 1 2 3 وهنا في الرابعة هنعمل الوردة بتاعتنا. ادي 1 ادي 2 و2 سلسلة وهنقفل هنا بمنزلقة، وادي 1 2 3 وندخل في نفس المكان ونعمل البتلة التانية ونعد. ادي 1 2 وهنقفل في نفس المكان بمنزلقة. بعد كده 1 2 3 احنا بنرتفع 3 وبنرجع ب2 وهنعمل البتلة التالتة. ادي 1 2 و2 سلسلة وهنقفلها بمنزلقة بالشكل ده. تمام كده، هنرجع بقى ب8 سلاسل، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 وهنيجي عند الاتجاه التاني بتاع البندانة. في الاتجاه التاني ده كده هنيجي برضو عند اول عمود اهون. تمام، وهنثبت كده بالشكل ده بغرزة تثبيت. تمام، وبعد كده برضو هنرتفع 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وهنعد. ادي 1 2 3 ادي 1 2 3 وفي الرابعة هنعمل الوردة بتاعتنا. ادي 1 2 و2 سلسلة ونقفل بمنزلقة في نفس المكان، وادي 1 2 3 ونعمل البتلة التانية. 1 2 و2 سلسلة وهنقفل في نفس المكان. 1 2 3 وهنا نعمل البتلة التالتة. انت طبعا حابة ان انت تكبري البتلات دي شوية تخليها كبيرة شوية عن كده، زودي عدد الأعمدة. 1 2 ونقفل بمنزلقة هنا. تمام كده، طيب هنيجي بقى نعمل 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 اهون، وهنيجي عند الراوند اهون. انا في الاول كده خالص، في الاول خالص اول ما ابتدينا نعمل الدلايات كنت بقول لكم نعملها هنا، يعني في كل راوند قدام كل راوند واحده. لا، انا هسيب بقى الراوند دون، يعني انا هنا بدايتها اهي
تمام، بدايتها اهي. طيب انا بقى هسيب الراوند دون وهاجي اقفلها منزلقه في الراوند ده عشان تبقى نفس الاتجاه التاني. هقفلها هنا كده. لقيت كده شكلها احسن وشيك، والوردات باينه والدلايات نفسها اطول شويه وباينه يعني اهو. اهي بالشكل ده. اوريها لكم بقى دلوقتي. بصوا هنلفها كده اهي. عايزه بس اعدلها لكم اهي. بصوا بقى اهي دي كده اهي. دول هنا هننضف طبعا الجزئيه بتاعت الفتله دي اهي. اهي يا رب تكون باينه اهي. بصوا كده شكلها احسن واشيك يعني اهي. تمام، يبقى احنا عملنا في قدام راوند وسيبنا راوند وعملنا في الراوند اللي بعديه، يعني بنعمل الورده قدام راوند وراوند لا. تمام. هخلص بقى الجزئيه التانية الجهه التانية دي بنفس الطريقه، ونرجع مع بعض تاني عشان نشوف هنعمل الربطه بتاعه البندانه ازاي. وهنشتغل كمان على السلاسل من هنا كده عشان ما نسيبها السلاسل، هنشتغل برضو عليها كده وعشان نخلص البندانه. نخلص الجزئيه التانية ونرجع مع بعض تاني. طيب بصوا بقى انا كده خلصت اهو الجنب التاني كمان الدلايات بتاعته اهو. بقت عندي بالشكل ده اهي. اهي تمام كده. طيب هنيجي بقى نعمل بقى الربطة بتاعة البندانة. هنيجي من هنا كده وهنبتدي ان احنا نعمل عدد سلاسل بالطول اللي انت حباه بقى، بطول الرباط اللي انت حباه. تمام. طيب هنبتدي كده نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. مثلا انا هعملها 40 سلسله. تمام، لان هو ده الخد اصلا فيه شويه مطه، فانا هعملها 40 سلسله. هطلع بس سلسله كده زياده ارتفاع، وبعد كده هرجع في الجزئيه دي كده حشو. بس هشتغل بقى في السيردي لوب اهي في الغرزه اللي هي هوريها لكم دلوقتي اهي. اهي يعني احنا قلبنا السلسله بتاعتنا عدلتها كده اهي. لا انت قلبيها بقى كده هتلاقي هنا غرز كده اللي هي تشبه غرز الخيوطه بتاعت المكنه. تمام، دي اسمها الثيرد لوب اللي هي الغرزه اللي من تحت يعني. تمام. طيب وهنشتغل بقى فيها، هنبتدي نشتغل فيها غرزه حشو. ندخل كده اهي في الثيرد لوب اللي تحت دي وهنشتغل فيها غرزه حشو اهي بالشكل ده. طيب وهفضل بقى اشتغل غرزه حشو لحد لما اجي للجزئيه دي وارجع لكم تاني. طيب هنيجي بقى هنا عملنا هو الجزئيه دي يعني ال40 سلسله غرزه حشو في السيردي لوب. طيب هنيجي بقى هنا في الغرزه اللي هي دي اول عمود في الجزئيه اللي هي بتاعت الصدفه دي. في العمود الاول هنخش برضو كده وهنعمل غرزه حشو. نعمل هنا غرزه حشو اهي بالشكل ده، وهنخش في العمود اللي بعده برضو هنعمل غرزه حشو، واللي بعديه كمان غرزه حشو. وهنيجي هنا في الجزئيه بتاعت اللي هي الصدفه السلسلتين هنعمل 2 غرزه حشو بالشكل ده. بعد كده هنا فوق كل عمود غرزة حشو اهون، فوق كل عمود غرزة حشو. تمام كده. طيب بعد كده هنيجي هنا عند السلاسل بقى، هنيجي نعمل في كل فراغ 5 غرزة حشو. ادي كده 1
2 3 4 5. وطبعا مش هنعمل بقى في الجزئية اللي هي بتاعة الحشو اللي هنا دي، لا هنخش على طول في الفراغ اللي بعديه وهنعمل برضو 5 غرزة حشو. ادي 1 2 3 4 5. وبرضو هننتقل للفراغ اللي على طول اللي بعديه وهنعمل 5 غرزة حشو. ادي 1 2 3 4 5. وبرضو هننتقل للفراغ اللي بعديه، مش هنعمل بقى هنا، هنعمل في الفراغ اللي بعديه ده كده على طول 5 غرزة حشو. 1 2 3 4 5. وهنمشي بنفس النظام كده، بنفس التكنيك كده لحد لما نخلص الفراغات بتاعة السلاسل، لحد لما اوصل للصدفة التانية في الجهة التانية هنا وارجع لكم تاني. انا كده خلصت السلاسل اهي، عملت فيها كلها غرزة حشو. هاجي بقى عند الصدفة التانية هنا برضو هعمل في كل عمود غرزة حشو، وهعمل في جوه الصدفة 2 غرزة حشو. بعد كده هرجع في كل عمود غرزة حشو. بعد كده هبتدي ان انا ارتفع بالسلاسل 40 سلسلة زي الاتجاه التاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. وهنعمل واحدة اللي هي الارتفاع بتاع الحشو، وبعد كده هنلف الناحية التانية وهنشتغل في السردي لوب اهون. دي كده اول واحدة برضو هنشتغل فيها غرزة حشو اهي، اهو بالشكل ده. طيب هفضل بقى برضو ماشية نفس الاتجاه التاني، السردي لوب كلها غرزة حشو و لحد ما اخلص النهاية ونرجع مع بعض تاني عشان نشوف شكل البندانة النهائي عامل ازاي. هو انا كده خلصت الرباط الناحية التانية الجهة التانية بالشكل ده، عملت فوق كل غرزة غرزة حشو في السردي لوب. طيب هنيجي بقى هنا في الاخر وهنيجي في الجزئية دي اللي هو العمود الاخير من الصدفة، وهنعمل فيه اخر غرزة حشو بالشكل ده اهون، وهنثبت الخيط بتاعنا وهنقصه. هنقص بقى الخيط بتاعنا كده اهون. طبعا الخيط ده كده هنعمل له بقى ايه تنظيف اهي. وكده البندانة اهي خلصت معانا بالشكل ده اهي. نجيب ابرة التنظيف وننضف الفتل دي اهي. هنبتدي بقى ندخل الفتلة بتاعتنا بتاعة التنظيف عشان ننضف الفتلة دي. هندخلها هنا كده بين الغرز اهي. وبعد كده هنثبتها بس كده وهنقص الخيط. نقص الجزئية دي كده خلاص
اهي. وبرضو هننضف هنا برضو كده الجزئية دي، ندخلها برضو كده عشان تبقى كده كل الخيوط عملنا تنظيف لكل الخيوط والشغل بتاعنا يطلع نضيف اهي. وهنيجي برضو هنقصها من هنا كده اهي اهي. وتبقى كده البندانة معانا خلصت بالشكل ده اهي. دي الرباط بتاعها بالشكل ده، شكلها حلو جدا يعني، ما بتاخدش وقت في العمايل يعني. وبس كده. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير، ولو مش مشتركة في القناة اشتركي في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد انزله. واستنوني في درس جديد من دروس قراية الباترون، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.